البطاطا مش للشوي بس، تعالي بقى نعمله مع بعض أحلى صينية بطاطا باللبن وجوز الهند، وبجد طعمها حلو حلاوة وما حصلتش. ونبدأ على طول يا حلوين. معايا بقى كيلو بطاطا غسلتها كويس قوي وبعدين قشرتها بالشكل ده، وكمان بعد بقى ما غسلناها وظبطناها نبدأ كده نقطعها بالطريقة دي شرايح، ما تكونش تخينة قوي ولا رفيعة قوي، تكون متوسطة كده. ونجيب بقى صينية ننزل فيها البطاطا بتاعتنا بعد ما قطعناها ونفردها كده في الصينية. وبعد كده هجيب حوالي 3 معالق كبار سكر وارشرشهم كده على البطاطا، وكمان كوبايتين الا ربع من اللبن وهنزل بيهم كده. وكمان اللي هيدي بقى طعم جامد جامد معلقتين كبار من جوز الهند وننزل بيهم برضو، وكمان معلقة قشطة كده اوزعها على البطاطا ومعلقتين سمنة في الاخر كده، ودي بيخلي طعمها في حتة تانية خالص. ناخد بقى صينية البطاطا بعد ما خلصت على النار وعلي عليها، وأول ما تغلي كده وتشرب اللبن بتاعها أغطي عليها وأهدي النار كده، تبقى النار أهدى من المتوسط، واسيبها حوالي 10 دقايق وبتكون استوت. وبعد كده بدخلها الشواية بقى، وبصوا الجمال والحلاوة، بجد خطيرة. أهم حاجة تغطي عليها بعد ما تتشرب علشان ما تفرش معاكي. وطبعا البطاطا مغذية جدا، يعني لو أطفالك مش بيحبوها جربي تعملها لهم بالطريقة دي وهيدمنوها من حلاوتها وجمالها. ده يبقى بجد وأسهل من السهولة. ولو عجبتكم اعملوا لي لايك ومتابعة واعملوا مشاركة للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد.